سيبك من أي حاجة، بس المصري عنده حتّة رايقة أوي في نُص الملعب اسمه أسامة الزمراوي، لاعب مغربي عنده 24 سَنة، اللي قدّامك ده سَحّف عمر جابر النهارده سحفة زي ما أنت شايف كده، خلّاه يتزحلق على الجليد. عمر جابر فضل مكمّل، 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 أنا كنت خايف يوصل القاهرة من الترقيصة اللي قدّامك دي، نيّمه تنييمة على نجيلة استاد برج العرب وخلّاه يسحب سحفة أنا ما شُفتهاش من الزمن اللي فات، غير أداؤه الممتع في نُص ملعب المصري، غير الجون اللي هو سجّله أصلًا في بداية الماتش، وقدر يقدّم ماتش كبير في نُص الملعب زي الترقيصة اللي قدّامك دي، وزي الحتّة اللي هياكل فيها عبد الله السعيد دي ويعمل تمريرة بوِش رجله الخارجي، حتّة رايقة أوي كده. شوف الدقة في التمريرة وشوف شكل الباص حلو أصلًا وهو طالع من رجله، ده غير الكعب كمان اللي هيعمله قدّام ملك المهارات بيزيرا، كعب رايق على طول، واثق من نَفْسه، واثق من إمكانياته، لعيب كبير عنده كتير. أسامة الزمراوي لعيب كبير عنده 24 سنة بس في صفوف المصري. بحس ان المصري دايما لما بيروح الحته بتاعت شمال افريقيا دي بيعرف يجيب لعيبه كويسه زي دغموم مثلا وزي زمراوي، اللعيب اللي انا لفتني جدا ولفتني لمسته للكوره قبل مهارته كمان، وزي قبليهم الياس الجلاصي. عينك 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 على زمراوي دوت الفترات اللي جايه، لانه لعيب كبير ولعيب تقيل، واعتقد ان هيبقى فيه خناقات كبيره عليه من الانديه الفترات اللي جايه. وعلى فكره زمراوي ده جاي من الوداد ولعيب لسه عنده 24 سنه، يعني قدامه كتير، وانا اتوقع له مستقبل كبير جدا في كرة القدم خاصة المصرية والمغربية.